طيب ازيك يا شباب عاملين ايه؟ احنا كان المفروض اصلا ان امبارح اكمل تسجيل، بس النهارده هسجل كل حاجه وهنشوف ونعمل ابلود بحيث الناس تخلصها وكده. هو الموضوع بسيط في الاول وفي الاخر برضه. بنتكلم في انترودكشن بسيطه، ما ندخلش في يعني كل حاجه من دول اصلا هي مجال لوحده. يعني الكوميونيكيشن دي كورسات لوحدها، مثلا اللي عندك البرزنتيشن جواها دي كورسات. اما احنا بناخد الحاجات اللي يعني نفهم مفهومها ونسيب مصادر يمكن حد يحب يتعلمها وكده. بس ادي الفكرة كلها. فاحنا المرة اللي فاتت كنا النهاردة المفروض نخش نمشي على ايه؟ هي النيجوشيشن اللي هي التفاوض. فنبتدي نيجوشيشن، مهارات التفاوض. دايما لما نقول مهارات التفاوض فانت بتفتكر ان في حوار واحنا بنوصل له الحل بالظبط. مهارات التفاوض هي مهارة أساسية بحاجتين. الحاجة الأولى هي حل المشاكل وفض النزاعات. تاني حاجة إقامة اتفاقات للمصلحة العامة أو لمصلحة المنشأة. مثلا في أول حاجة، في خناقة في الشركة وبتاع وفي طرفين عاملين حوار، فبمهارات التفاوض انت ممكن توقف ده كل ده، يعني توصل الطرفين ان هما يوصلوا لحل وسط، الاتنين يبقوا زي الفل، تفض النزاع ده. طب وبالنسبة للاتفاق، مثلا انت تروح تتفق على صفقة، او انت في كلاينت جاي لك، لو انت فريلانسر مثلا عايز توصل معاه لحل وسط يرضيكوا انتوا الاتنين، فانت تحتاج المهارات دي. تمام، فاحنا مش هنتكلم عنها عشان هي ده علم كبير لوحده، فاحنا مجرد انترودكشن تفهمك الدنيا. فايه هي التفاوض؟ التفاوض هو حوار يعني بيهدف لحل لفض النزاعات، وان احنا نوصل لاتفاق مساوي للاطراف كلها، بحيث ان احنا يعني نمشي في المسار بشكل صحيح بما يخدم مصلحة، سواء كانت مصلحة فردية او جماعية. دي الفكرة كلها من التفاوض. يعني برضو يعني في يعني مفهوم غلط ان التفاوض، ان علم التفاوض عموما لا يعني اللي هو يعني مفيهوش تنازل. لا، هو في، انت بتقدم من عندك تنازلات لو احتجت عشان توصل للمصلحة اللي انت عايزها. دي الفكرة عموما، ده التفاوض. ده برضو نفس الفكرة، نسيب زي مصدر التعليم ليه. يعني في بلاي ليست يعني كانت كويسة، الدكتور محمد فتحي يعني كان عاملها بشكل كويس جدا، هسيب البلاي ليست بتاعته. فده لو حابب تتعلم التفاوض. فهو حاجة في السريع كده بس عشان ايه، فاهمين يعني ايه تفاوض وايه اهميته. فانت حابب تتعلم تفاوض، فانت موجود عندك البلاي ليست، وهتحتاج على فكرة. الحاجة اللي بعدها هي البرزنتيشن سكيلز. دايما لما نقول برزنتيشن انت بيجي في دماغك الباوربوينت. واحنا واقفين مثلا بنتكلم عن حاجة، او برزنتيشن بتاعت يعني انت في المحاضرات البرزنتيشن دي، او انت مثلا تكون عملت في برزنتيشن في الكلية. فالحاجات دي كلها هي برزنتيشن سكيلز، دي مهمة جدا. يعني انت لو كنت من قبل الكلية لو جيت قلت لك تعالى اعمل مثلا برزنتيشن او تعالى اتكلم عن حاجة، اراهنك ان بنسبة 50% انت مش هتقدر. اما بعد الكلية انت ممكن تكون اتعاملت بشكل ما، فانت اكتسبت خبرة ولو نظرية او مرة او اتنين، فانت اتعودت على الموضوع ده بشكل ما. فلما اجي اقول لك تالت مرة انت مش هيبقى بالنسبة لك مشكلة خالص. تحدي بس مش مشكلة. فالبرزنتيشن سكيلز هي مهارات العرض والتقديم عموما، مش مجرد مش مجرد يعني سلايد زي دي او حاجة زي كده. لا، هي دي مهارة اللي انت بتعرض بيها الماتيريال بتاعتك او الفكرة او بتناقشها. فنيجي نشوف معناها الأدق، يقولك ايه؟ هي مهارات تقديم المعلومات أمام جمهور. بس دي الفكرة كلها من presentation skills. مكونة من ايه بقى؟ مكونة من حاجات كتير. تمام. يعني لو جينا نقسم الحاجات اللي بتكون منها presentation skills، ده التعريف المعروف يعني آه في المراجع وكده، في مراجع وسوفت سكيلز، فده التعريف اللي هناك. لو جينا مثلا نتكلم ايه هي الحاجات اللي بتخلي فيه presentation ناجح. presentation برضو هي طريقة للتواصل، لو رجعنا للمعنى الأصلي. طب ايه اللي يخلي برزنتيشن ناجح؟ دلوقتي انت عندك حاجات يعني ممكن نقول 7 أو 8، بس دول أهم 7. أول حاجة اللي هو الفيجوال كوميونيكيشن، أو زي ما بيقول الأي كونتاكت، الاتصال البصري. ده مهم جدا، سواء انت واقف قدام ناس
ده لو بصريا. مرئيا لو انت مثلا بتتكلم في يعني اونلاين ميتنج زي كده، ده مهم ليك جدا. تاني حاجة التواصل مع الجمهور، معنى للجمهور يبقى شريك في البرزنتيشن ده، يبقى جزء منه. ده بيخلي يعني البرزنتيشن بتاعتك احسن. المناقشة ده حاجة عظيمة جدا، بيتوصل معلومة ان ممكن في واحد قاعد عنده اسئلة وتتكلموا وتتناقش انت وحد تاني في نقط، تمحيله الاسئلة دي كلها، فبيطلع بأقصى استفادة. بعدها حاجة اسمها يعني الاتصال اللفظي. ايه الاتصال اللفظي؟ الاتصال اللفظي ده يعني فلسفة اكتر ما هي اسم. معنى مثلا انت اللغة اللي بتتكلم بيها، الطريقة اللي بتتكلم بيها، الحوارات دي كلها ده من الاتصال اللفظي بينك وبين الجمهور. ان اساس البرزنتيشن انت في جمهور وانت مقدم، انت السندر. الريسيفرز كل دول كريسيفر، فانت في حاجة بينهم. الحاجات مثلا اللغة، السن، الحاجات دي لازم تراعيها وانت بتتكلم عشان توصل المسج بشكل صح. تمام. يعني في عندك برضو حاجة كمان، اللي هو ايه، اللي هو في ناس بتهزر في البرزنتيشن. دي حاجة جميلة جدا. ليه؟ ان ممكن مثلا تبقى في برزنتيشن تلاقيها اقول لك ايه، تلاقي سواد بيتدخل بيتكلم مكشر والحوارات دي كلها ما تخلكش تفهم معلومة كويس. اما لو واحد في البرزنتيشن بيقول معلوماته وفي نفس الوقت بيحط مثلا حاجة، نقطة يعني صح الناس او يفصلهم شوية، ده بيخليهم يفتكروا البرزنتيشن. تمام. اللي بعده بقى اللي هو انك تخلي الماتيريال اللي بتشرح منها تبقى بسيطة، تبقى مقبولة بصريا ومقبولة كل حاجة، ولو حد شافها ممكن يفهم جزء كبير من اللي انت عايز توصله. فبالتالي كلامك، فانت كده بتلغي دور كبير جدا من دورك اللي انت بتقعد تشرح لهم كل حاجة. لا، انا الماتيريال بتشيل عني، انا بس هوصل المعلومة. دي الفكرة. اخر حاجة انك تستخدم بودي لانجوج. تقول لي البادي لانجوج، رجعنا تاني للحوار بتاع البادي لانجوج. قلنا اللي هي من الكوميونيكيشن سكيلز. احنا قلنا في نطاقنا، يعني في حاجات مهمة لازم تعرفها. فالبادي لانجوج بتاعت البرزنتيشن سكيلز مهمة جدا على فكرة، ومهمة ككوميونيكيشن. مش الكم الواو اللي هتلاقيه في المراجع بتاعت الطب النفسي، لا، دي حاجة أقل. في حاجة بقى مهمة جدا، آه اللي هي موضوع الاتصال المرئي. لما تبقى مع جمهور انت في حاجة اسمها ايه، اسمها الاتصال البصري. انك تبقى باصص للجمهور وبتاع، مبقاش انت معاك مثلا يعني. اظن كان في فيديو هنا يوضح ده. جمهور، انك لازم تفهمهم. تعالى بس يعني ايه، على سبيل ان احنا نفك حد. لو حد سمع فيكم هاري بوتر هيفتكر الموضوع ده. في الجزء الاول، في اللي هو يعني بتاع لما كان لسه طفل بتاعه، كان لسه داخل هوجرس جديد والحوار ده كله، كان في حاجة غريبة جدا. اللي هو كان في الماتش اللي هما كانوا بيلعبوه، كان بيقولك كان بالعصاية عمالة تروح وتيجي وفي حد بيسحره والكلام ده كله. ف سألوهم انتوا عرفتوا ان في سحر وكده؟ قالوا لهم عشان هو محافظ على الاتصال البصري. يعني دي حاجة فانتازي، بس هي واقعيا الاتصال البصري هو عامل زي السحر فعلا. انك بتوصل معلومة، انك تبص للشخص وانت بتكلمه. في طريقتين للبسط، في بص مباشر، في بص حواليه لو انت مش حابب توصله مباشر لأسباب كتير. احنا يعني ممكن تكون ضد مبادئنا او حاجة شبه كده. ممكن تبص حواليه تحسسه بالاهتمام، انت مهتم انك توصل له المعلومة، مش انك مهتم بيه كشخص. دي الفكرة، مش ما نوديش الدنيا في حتة تانية. في حاجة بقى أخيرة اللي هي الصدق. انك لازم في البرزنتيشن بتاعتك تكون واضح وصريح، والمعلومات إلى حد ما مؤكدة. ما كانتش مؤكدة فقريبة من الواقع. فأدي الفكرة كلها دي حاجات على البرزنتيشن سكيل. المفروض السلايد اللي بعدها كان في زي بريك عشان احنا كنا هناخده اونلاين، بس احنا مش هناخدش اونلاين. لحد دلوقتي احنا خلاص خلصنا الجزء ده، ونخش بقى على اخر جزء البودي لانجوج.